عزيزة عليك الشباكية في رمضان وحارمة راسك منها؟ خليني نقول لك أن المشكل ماشي في الشباكية ولكن فوقاش وكيفاش ناكلوها. الشباكية كتعتبر من العادات والتقاليد ديالنا المغربية، ولكن حبة وحدة فيها ما بين 150 حتى 200 كيلو كالوري وأغلبها سكر ودهون، يعني إلا تكالت على الريق كتهضم بسرعة وكتطلع نسبة السكر في الدم بالزربة. وشنو الحل يا دكتورة؟ أولا نفرقوا الصيام بكاز الماء مع 3 تميرات باش نرطبوا الجسم ونعطيوه الطاقة. من بعد ناخذوا واحد زلافة ديال الحريرة ولا الصوبة، نديروا واحد لابوز ما بين 10 حتى 15 دقيقه ونكملوها بان بلا ايكيليبري اللي غني بالالياف والبروتينات اللي كيبطئوا لا فيدونج غاستريك وامتصاص الجلوكوز. وبالتالي الانسولين كتفرز بكميه معتدله، وحتى الا زدنا عليها واحد الشباكيه في الاخير نسبه السكر في الدم كتبقى مستقره. نكتفيو بوحده باش نحيدوا الشهوه، ومن الفطور نديروا واحد المشيه خفيفه ديال 10 حتى 15 دقيقه اللي غيخلي العضلات تستعمل السكر في الدم مباشره، وهذا الشيء اللي كيعاون على انخفاض لا غليسيمي بوست برانديال وكيحسن من لا سنسيبيليتي على الانسولين. وإلا بغيتي دوز رمضان متوازن بدون حرمان ومناسب للاحتياجات اليوميه ديالك، خلي رمضان في لي كومونتير باش يوصلك كاع لي ديتاي، وابونيفو الا بغيتو بلوس دو ريسيت دو كونساي باش نتهلاو في الصحه ديالنا.